ب 150 جنيه بس اكلنا اجمد صينيه جمبري باتر فلاي بالموتزاريلا هنا في بورسعيد. في اخر زياره لينا لسوق السمك الجديد اللي هنا في بورسعيد قررنا ناكل جمبري. تعال اقول لك ازاي تعمل الصينيه ديت بالتكلفه القليله دي. اول حاجه بتعملها هنا وهي انك بتلف في السوق تنقي السمك. اشترينا الجمبري وكان سعره 120 جنيه للنص كيلو، وبعدين طلعنا على مطعم هنا في السوق مشهور وهو مطعم بتاع سمك، كل عنده سمك كمان تقدر تشتريه من عنده وتريح دماغك بعد ما تكون اخدت فكره عن الاسعار. طبعا المطبخ هنا في المطعم مفتوح، يعني هتستمتع بكل حاجه الشيفات بتعملها. الشيف هنا بدا يسوي الجمبري بعد ما اتنضف علشان يخرج نص سوا زي ما ظاهر قدامنا كده، وبعدها يبدا يغرق الجمبري بالوايت صوص. وهنا بقى بيجي دور الموتزاريلا اللي بتغطي كل سنتي في الصينيه، وبيبدا يدخلها الفرن علشان كل الجمال دوت ينسجم مع بعضه وتطلع الصينيه الرائعه دي. الصينيه كلفتنا تسويه ومكرونه وصوص وموتزاريلا 30 جنيه، علشان تكلفه الصينيه دي كلها في النهايه تكون 150 جنيه سواء الجمبري او التسويه. ده طبعا غير تكلفه الاصناف التانيه اللي كنا جايبينها جنب